السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكون اموركم بخير وعلى خير. في اطار التدبير والتسيير كيف ما عودتكم دائما، اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد السائل ديال تنظيف الملابس ديال غسالة الملابس الاوتوماتيك. اقتصادي سهل وموفر بزاف، يعني كنشريوه بثمن غالي في الوقت اللي ممكن اننا نصوبوه في الدار بامكانيات اللي متوفره عندنا ورخيص بزاف. والنتيجه ديالته كنظن انها غادي تعجبكم بزاف كيف ما عجبتني. اول مكون معنا هو هاد الصابونه اللي كنستعملو، الصابونه ديال الكف. انا بالنسبه للكميه اللي غادي نصوب تقريبا 3 يطرو ديال السائل، غادي نحتاج فيه فقط نص صابونه. يعني الا خديتو الصابونه الكبيره غادي تقسموها على النص. غادي ناخذ واحد البول ولا اناء، وغادي نحك فيه النص ديال الصابونه ديالتي في الحكاكه عاديه، الحكاكه اللي كنستعملو. يعني ما كاينش شي ظرف مغربيه ما كايناش فيها هاد الحكاكه، وما كاينش شي حانوت ما لقاوش فيها هاد الصابونه ديال الكف ولا صابونه الحجره. صافي غادي نحك القياس اللي غادي نبغي. يعني كيف ما قلت لكم غادي ناخذ النص ديال الصابونه واللي غادي نحكو بهاد الطريقه هادي. راه دغيا كيتحك ساهل، يعني ما فيهش بزاف ديال المجهود. تقريبا واحد 2 ل 3 ديال الدقائق هانتوما حكيتوها. وغادي في هاد الوقيته هادي كنكون دايره الماء يغلي، لاننا غادي نحتاج ليها الماء يكون مغليان مزيان. غادي نحك نص صابونه وغادي نضيف معاها اطرو ديال الماء مغلي مزيان. هنا غادي نحتفظ بهاد النص ديال الصابونه حتى تقاد ليا الكميه اللي غادي نصاوب، ومن بعد نصاوب بها عاوتاني كميه تانية. صافي نحكها بهذا الشكل هذا. هنا كيف ما لاحظتوا معايا راني حاطه حدايا الماء كيغلى. فاش كيوصل لهاد الدرجه ديال الغليان غادي نضيفو عليه مباشره، وغادي نبقى نحرك فيه. الصابون مع الماء سخون راه دغيا غادي يذوب، يعني ما غاديش نحتاج انني نحركو بزاف، غادي نحركو عفوا غير واحد شويه. صافي غادي نخليه جانبا. الا صوبناه في الصباح غادي نرجعو موراه نقلبوه في العشيه. الا صوبناه في العشيه غادي نرجعوا ليه في الصباح باش نكملوا باقي المراحل. انا هنا صوبته في الصباح. هنايا في العشيه كيف ما لاحظتوا معايا راه كيولي بحال الجل. غادي نحتاج في باقي المكونات كاس من مسحوق غسيل الملابس ديال الغسال الاوتوماتيك اي نوع من غير الانواع اللي بطبيعه الحال حنا عارفين راسنا مقاطعينها. غادي نحتاج كاس ديال المنعم ديال الملابس، نص كاس ديال البيكربونات، واي زيت اساس كنفضلوا الريحه ديالته. انا استعملت هذاك اللي شاركت معكم. كذلك غادي نحتاج خل ديال التنظيف اولا الخل العادي، غادي نحتاج منه كذلك كاس. هنا غادي نشد الصابون ديالي كيف ما قلت لكم. هانتوما شتو كيولي بحال الشكل ديال الفلون. غادي نبقى نحرك فيه بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا نضيف معاه المكونات الثانيين. هنايا ضفت هذاك الكاس ديال مسحوق الغسيل، الكاس ديال المنعم، ونص كاس ديال البيكربونات. غادي نخلط هاد المكونات هما الاولين، نحاول انني نخلطهم غير واحد شويه. يعني هذه غير مرحله اوليه لانه باقي غادي نستعملوا الخلاط. صافي هنايا غادي نضيف كاس ديال وكيف ما غادي تلاحظوا بانه الخل والبيكربونات راه كيبدا كيتفاعل. هانتوما شفتوا راه كيبدا كيدير هذوك الفقاعات. صافي غادي نحركوه واحد شويه حتى نضمن بانه دوك المكونات انسجموا نسبيا. صافي في هذه المرحله هذه غادي نزيد المعطر اللي غادي نستعمل. ممكن تستعملوا اي زيت اساس كتفضلوا كيف ما سبق ليا وقلت لكم، الا ما توفرش ممكن تستعملوا غير دوك القرعات ديال غوتا غوتا اللي كيتباعوا عند مالين مواد التنظيف، راهم رخاص. حتى هذيك ممكن تستعملوها، راه كتعطي ريحه زوينه. صافي هنايا اخر مرحله هي غادي نستعملوا يا اما الخلاط، هذا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ولا الا كان عندنا داك الميكسور بلونجور هذاك من الافضل انكم تستعملوه الا توفر عندكم. انا في الصراحه خسر ليا، كنستعمل غير الكاس ديال العصير العادي. صافي هنا كنبدا كنخوي في الكاس ديال الخلاط ديالي كميه بكميه باش نضمن بانه ال... هاد الخليط ديالي ينسجم مزيان مع بعضياته. وغادي نبدا نفرغه في القرعه اللي غادي نحتفظ فيه بها. هنايا القرعه هذه راه كانت ديجا عندي، كنت كناخذ هذا السائل ديال التنظيف. وفاش تقاد ليا صافي وليت كنصاوبو مبقيتش كنشريه، يعني احتفظت بالقرعه وبديت كنعمرها في الدار. صافي هاد الكميه هذه راه غادي تخرج ليا 3 يطرو الزايد. يعني ها هو السائل كي غادي يكون.
هنا راه كيبان لكم بانه سائل، ولكن راه ما كيبقاش هكا. يعني واحد فاش كيبقى في القرعه ديالته راه كيزيد يعتقد. داكشي علاش انايا درت تقريبا اطرو شي حاجه ديال الماء. صافي هنا غادي نبدا نفرغو في القرعه اللي غادي نحتفظ به فيها، وكانت هذه هي اخر مرحله. نتمنى بانه الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكيبقى لكم حريه ديال الاختيار، يا اما تصاوبوه ولا تشريوه. يعني كانت غير مجرد فكره قلت نشاركها معكم، وكيبقى لكم الحريه ديال التصرف. الا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وابوني. وإلا كنتم من المشاهدين الاوفياء ديال القناه، نتمنى انكم تدعموني بلي لايك وبلي كومونتير اللي كيحفزوني ويعاونوني انني نبدا نشارك معكم وصفات اخرى. الى اللقاء والى وصفه قادمه باذن الله.